ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا راجعه لكم فيديو دسم جدا وممتع وكله خير. زي ما انتم شايفين كده معايا، تابعي معايا في كل دقيقه. الفيديو ده مهم جدا عشان تطلعي الكميه دي كلها وبالنظافه دي والطريقه الصح المظبوطه بتاعه الفلاحين، من غير منفعه ولا ليمون ولا زبادي ولا خل ولا اي حاجه من الحاجات دي. الطريقه الصح هتعرفيها معايا في الفيديو، تابعي بس للاخر وانت هتعرفي. هنا معايا 9 كيلو من اللبن. انا مش هطول، انا مش يعني مش هسرع الفيديو عشان تعرفوا بالظبط انا هعمل ايه. فضيتهم وبسيبهم زي 4 ساعات كده، يعمل طبقة الوش اللي معايا دي، الوش بتاعه يطلع لفوق. ده انا كنت مفضياه قبل الطبق التاني، عشان كده الفقاقيع بتاعته قلت شوية عن ده. سبته 4 ساعات. هبدأ ادخله التلاجة عشان طبقة الوش تجمد واعرف اروبه. هو كده كان لسه فيه لبن مجمدش، هو طبقة الوش اللي اتجمعت فوق. بدخلها ليلة كاملة 24 ساعة، واطلعها 5 ساعات كده بره، يهدى من السقوعية بتاعته ويجبن معايا. زي ما انتم شايفين كده، شايفين طبقة القشطة؟ هو لسه ما جبنش. شايفين طبقة القشطة عاملة ازاي؟ بتبقى طبقة جميلة، ودي اللي بيطلع القشطة فعلا. دي الطريقة الصح بتاعت الفلاحين. تمام. زي ما انتم شايفين كده، كانت الحلة مشبرة معايا عشان كنت لسه مطلعة من التلاجة. سبته يروب زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا، بعد ما سبته هدي راب ولسه، عشان عايز اعرف اطلع طبقة الوش ديت، هدخلها التلاجة تاني عشان طبقة الوش تجمد ساعتين واطلعه 3 4 على حسب ما انتي. كل ما بتقعديها كل ما تعرفي تشيلي طبقة الوش. زي ما انتم شايفين كده، طبقة الوش بتاعتي كونت فوق. دخلتها التلاجة وهطلعها واوريها لكم. احنا بنعمل الخطوات دي ليه؟ عشان اللبن البكتيريا نافعة تشتغل، ما ننشطهاش بأي حاجة خارجية. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما طلعته من التلاجة هبتدي اجمع طبقة القشطة. انا ما بحبش اخدها كلها عشان يبقى في الجبنة فيها شوية دسم، تبقى طعمها كريمي وحلوة قوي. وكمان انا بعمل مراحل دي ليه؟ زي ما قلتلك كده، عشان البكتيريا النافعة تشتغل هي وتنشط نفسها، ما ساعدهاش بحاجة خارجية، وفي نفس الوقت اعرف اطلع منها القشطة. وده شغل الصيف غير شغل الشتاء. في الشتاء برضو هعمل لكم فيديو اوريكم الخطوات فيه بالظبط عاملة ازاي، ولو مشيتي على خطواتي هتطلعي خير، وهتطلعي قشطة كويسة وجبنة كويسة وشرش اقل لو مشيتي على الخطوات دي. تمام. زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول ان انا ماخدش القشطة كلها. ده مشروع انا عاملاه بشتغل فيه. الجبنة حلوة زي ما انتم شايفين كده، متجبن معايا وكله قطعة واحدة. شرشه مش كتير فمش هيطلع معاكي شرش. طبعا الشرش ده ما بيترميش، ما بيخسرش معاكي خالص. انا ما برموش يا جماعة، انا بستخدمه لحاجات كتير. يعني هتشوفوا في فيديو جاي وانا بتبل بيه الفراخ المشوية. بتبل بيه البانيه، حلو قوي، بديل الزبادي. بعمل بيه، بضيف شوية صغننين على اي عجينة بعملها، بتبقى حلوة وبتخلي العجينة طرية جدا. الشرش ده انا ما برموش، ده كنز، ده بروتينه عالي. اسمه مصل الحليب، مصل اللبن، او شرش اللبن. ابحثي عنه على جوجل هيديكي فوائد ليه عظيمة. ما ترموهوش يا جماعة، بأمانة حلو جدا. عجني بيه لبن، عجني بيه شوية عيش حلوين، عجني بيه رقاق طري اللي هو البتاوي زي ما بتسميه في محافظاتك، في المكان اللي انت فيه، فطعمه حلو قوي. هنبدأ كده. انا بشيل القشطة بقدر الامكان، مش بحاول اشيلها كلها عشان انا عايزة يبقى فيها نسبة من القشطة. تمام كده انا خلصت شلت القشطة. طبعا 9 كيلو دول طلعوا معايا 2 كيلو من الجبنة و600 جرام قشطة. طبعا على حسب كل مرة بيطلع معايا، مش بتبقى
النسب ثابتة على حسب الدسم بتاع اللبن، على حسب الدسم بتاع اللبن اللي بيجيلي كل مرة. طبعا الدسم بتاع اللبن بيبقى في الصيف اخف من الشتاء بكتير. انا مبطئلكم الفيديو، استحملوني عشان تاخدوا نتيجة حلوة. زي ما انتم شايفين كده كانت القطعة طالعة حلوة. هنا بقى لو انتي ما عندكيش الحصيرة دي، انا جبت الصاجة بتاعت الفرن وعليها الشبكة، وطبعا هفرش بقى. لو انتي هحط الحصيرة، لو ما عندكيش الحصيرة شاشة نظيفة كده حلوة تكون شال قديم اللي هو الابيض بتاع جدادنا زمان. شاشة تكون نظيفة مخصصة لحاجة زي كده، تخصصها لحاجة زي كده بس، وتفرشيها على الصاجة كده بالشبكة بتاعتها، وتفردي الجبنة وتبدأي تلميها شوية، هتنزل شرش زي ما هتشوفي معايا. هتبتدي بقى تتشكل معاكي واحدة واحدة، تعلقيها. بتاخد في الصيف 4-5 ساعات على ما تشيليها من الحصيرة بتاعتك. ما عندكيش حصيرة، ما عندكيش شاشة، عندك اللي هي بتاعت السوشي، تقدري تعملي فيها 2 كيلو نفس الموضوع. وبرضو الطريقة دي يا جماعة ما تنفعش في الشتاء، عايزة طريقة معدلة، فيها حاجات بتتعدل شوية. تابعوا معايا، هوريكم برضو فيديو ليه في الشتاء الطريقة بتاعت هتبقى عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين كده الشرش بتاعنا نزل في الصينية. انا ما برميهاش، في ناس بترميه. بتاخديه لو عندك شرش، عندك جبنة حادقة عايزة تزودي بيها المش بتاعك بتزودي. خير يا جماعة، ده خير في البيت بأمانة. انا بعمل البيض القطري تحفة اللي هو البتاو كده. زي ما انتم شايفين بدأت تنشف معايا. هبتدي بقى ايه، اجيب شوية ملح هتشوفيهم معايا، ده من الحصيرة عادي لان انا بغسل الحصيرة على طول. بس طبعا بقى الحاجات اللي فوق دي ممكن تقع ولا حاجة فشيليها، هي بتبقى باينة. والحصيرة تتغسل اول باول عشان ما تعملش بكتيريا وتعمل ريحة مش حلوة بقى في الجبنة وتصفر الجبنة معاكي وكده. شفتي رشة الملح دي ربع معلقة ملح. ليه؟ عشان تنزل تصفي الجبنة شوية كويس من الشرش بتاعها وتبقى متماسكة وتبقى حلوة. ما تخافيش مش هتنشف معاكي طول ما انتي اللبن بخيره. طول ما انتي بتعمليها في البيت هتدوقي احلى جبنة، احلى ما بتشتريها من عند الفلاحين. لو مشيتي على خطواتي بأمانة هتدعيلي. جربي في 2 كيلو، هما مش هيدوكي جبنة كتير، هيدوكي 3 قطع او 4 على حسب تقطيعتك. هتبقى حلوة قوي، بس هتبقى قطعة صغيرة اصغر من انتي هتشوفيها معايا دي، لان انا جربت الاول في 2 كيلو ب2 كيلو لحد ما عملت وبقيت اعمل بال10 كيلو. زي ما انتم شايفين كده هبدأ بقى ايه، اروح جايه معلقاها زي ما انتوا هتشوفوني كده بعلقها. لو انتي بقى لو انتي الشاشة عندك مش ما عندكيش غير الشاشة، هتمسكيها تلفيها كويس وتسيبيها. او لو ينفع ان انتي تعملها خيط زي ودين كده، خيط يكون تخين وتعلقيها معاكي من الناحية دي ومن الناحية دي، هتبقى ممتازة. او تعمليها في علبة، يعني تصفيها في مصفى مخرومة، تصفيها كويس وبعد كده تحطيها في علبة وتبططيها كويس. هتطلع معاكي هتبقى مربعة مش هتبقى مدورة زي ما انتوا، هتاخد شكل الحصيرة كده. والشرش بتاعي انا ما برموش يا جماعة، زي ما هتشوفوه انا شايلاه في ازازة في الاخر ازاي. زي ما انتوا شايفين كده لحد لما النقط دي تفصل خالص وما تبقاش بتنقط كده شرش. هبتدي انزل الحصيرة بتاعتي واقطعها. هتشوفوا هي متماسكة ازاي الجبنة، وخطيرة وبيضة وجميلة وريحتها حلوة قوي. وجربي بأمانة، هتأكلي عيالك حاجة نظيفة، عارفة انت عاملاها ازاي في بيتك، عارفة ان مفيش دبانة جاية عليها. طبعا انا بصفي اللبن في الاول ب بشاشة، وبعد كده برجع احطه في الحلة اللي انا هخمره فيها او هروبه فيها، عشان اضمن ان اللبن نظيف، عشان يعمل لي كمان لما باجي انزله يعمل لي لما افضيه في حلة تانية يعمل لي الرغاوة اللي انتوا شفتوها، الوش اللي انتوا شفتوه ده. تمام زي ما شايفين كده انا بقطعها التقطيع اللي انت عايزاه قطعيها بيه، القطعة اللي انت بترتاحي لها على حسب الحجم.
هوريكم برضو الحصيرة اللي هي الطبق التاني اتعمل ازاي بنفس الموضوع. على فكرة الخطوات دي بتطلع كمية جبنة كويسة. لو روبتيه بقى بحاجات تانية بقى بطرق تانية واستعجلتي عليه كل الكلام ده بيفقد من طعمه، وفي نفس الوقت بيعمل شرش كتير ومش بتاخدي منه الكمية الحلوة اللي انتي هتشوفيها معاكي اللي انت هتشوفيها في الفيديو دي. طبعا انا قسمته، في حد كان عايز ازيد من نص كيلو، 600 جرام، 700 جرام كده، والحتت الصغيرة دي انا خدتها ليا في الاخر. طبعا ندوق منها كده. انا بنقلها في صينية على ما اخلص بقية الكمية عشان اوزنهم واطلعهم. بحطها في التلاجة. تمام. لو انت عامله كميه صغيره طبعا هتشيليها كلها في مره واحده في التلاجة، وتحطي شويه شرش من اللي هم نزلوا، هيحافظ عليها اكتر وهيخليها حلو. لو انت بتحبي بقى طعم الفلفل تقدري تحطي فيها قرن فلفل، بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. ماشي. وبيخليها طريه وحلوه. الشرش يحافظ على قوامها ويخليها طريه. هي اصلا بتبقى طريه مجرد ما بتطلعها من التلاجة، بتبقى يعني قشطه. دي كده بقية الكمية زي ما انتم شايفين كده. هعدلها عشان ابتدي اقطعها. تمام. سامحوني ان الصورة معوجة على ما خدت بالي منها. هبدأ كده اعدلها. شايفين هي متماسكة ازاي؟ ما تخافيش خالص. اللي انتم شايفينها دي يا جماعة من الحصيرة، من اللي هي بتبقى الطروف الاخيرة دي، بتبقى من الحصيرة، بتبقى غصب عني، بس انا بشيلها لما بشوفها. مش بيكون فيها اي حاجة، لان انا واثقة من اللبن، لان انا مصفياه. زي ما انتم شايفين كده انا بقطع على قد الحجم اللي انا عايزاه. دي هنا كان في قطعة كده كانت هتبقى صغيرة، فضمتها عليها خليتها قطعة كبيرة. طبعا دي هوريكم شكلها بعد ما احطها في العلب واقسمها كده. انا هبتدي بقى اجيب الصينية بتاعتي واضيفهم عليها. ما تخافيش، مش الجبنة دي ساقعة فماسكة نفسها زيادة عن اللي في الحصيرة كمان، فلو حطيتيها عليها مش هتعمل اي مشكلة. هبتدي كده اشيل ده واوزنهم قدامكم. في طبق هيطلع 600، في طبق هيطلع 650، في طبق هيطلع نص كيلو. طبعا كل واحد على حسب ما هو عايز الوزن بتاعه ايه. وانا ما اقدرش احدد لك سعر على حسب ما بتجيبي اللبن. في ناس انا بجيبه ب32، في ناس بتجيبه ب35، في ناس بتجيبه باكتر، في ناس بتجيبه باقل. طبعا انتي لو في بلد يعني تقدري تتعاملي مع واحدة مباشر مش مع تاجرة، تتعاملي مع واحدة مباشر عندها مواشي، هتديكي بسعر اقل، غير لما بتعاملي مع تاجرة. انا بتعامل مع تاجرة بصراحة بس بتجيب لي لبن كويس. زي ما انتم شايفين كده انا مصفراه وحطيت العلبة بتاعتي. هبتدي بقى كده اوزن واوريكم الكمية اللي هتطلع ايه. لو في اي حاجة مش فاهمينها يا ريت تقولولي في الكومنتات، وانا هجاوب عليها على طول. وما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم، بتفرحني جدا. وشير بقى ان عجبك الفيديو، وتقولي لي انت منين بتتابعيني منين. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت اول طبق. هبتدي بقى كمية 9 كيلو دول طلعولي كام؟ طلعولي 2 كيلو ونص، يعني 600 جرام. مش فاكرة بصراحة بالظبط لان الفيديو ده كان عدى عليه اسبوع. 600 جرام وانا بسجل لكم الفيديو كده دلوقتي كان عدى عليه اسبوع. ف مش فاكرة كانت القشطة 600 جرام ولا 550 جرام. طبعا القشطة بتتباع بسعر الزبدة زي ما انتم شايفين كده. طبعا هيجيلك لو انت عاملاها لبيتك يكون افضل، لعيالك بتفرق جامد، وانت لو جربتيها هتعرفي الطعم والفرق. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ايه اوزنها واوريها لكم في الاخر عامله ازاي. كده انا كنت خلصت الحتت ديت انا باخدها، بس انا بوزن لكم بوريكم ان هو طلع معايا كميه قد ايه. طبعا انا الميزان بتاعي صغنن شويه
فما كانش هياخد طبق كبير اوزن عليه، فقسمتهم في اطباق. طبعا الشرش اهو والقشطه اهيت. كفايه الشكل والطعم. لو جربتيه مش هتبطلي تعمليها في البيت. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش، ما تبخليش عليا بلايك وكومنت جميل، ولو في اي سؤال ابعتيلي وانا هرد عليكي. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.